ده اللي بيميز لاعب عن لاعب، وعقليته هي الأهم قبل موهبته. العقلية قبل الموهبة. يعني أنا بشوف إن العقلية لو زي مثلا عقلية صلاح، الموهبة بتزيد أكتر وأكتر، لكن لو موهبة بس ومفيش عقلية الموهبة بتدفن. المثال ده بقى أنا بقوله ليه على محمود صابر. محمود صابر كان فاضل في عقده سنة بالظبط، يعني يبقى فري في شهر الواحد اللي جاي. المفروض كان الزمالك عايز يخلص معاه، والزمالك فتح خط مفاوضات معاه. يعمل ايه بيراميدز عايز يعيره لزد واعاره لزد، وجدد معاه 3 مواسم، وهو بيقتلوا السنين دي ال5 سنين ولا ال4 سنين اللي في بيراميدز بيطلع اعارات، يعني ملوش دور. فجاي برضو يبقى ملوش دور ال3 سنين اللي جايين. عقلية تعبانة، يعني عقلية مش موجودة. فاللي زي محمود صابر مش هيكمل لان هو عقليته بصت للمادة بس على حساب اللعب او على حساب التاريخ. هتقول لي ازاي كان هيعمل تاريخ في الزمالك؟ اقول لك ان هو كان هيلعب وفي الزمالك كان هياخد بطولات، وفي الزمالك كان هيعمل تاريخ كبير لان هو لاعب كبير، ولكن العقلية ابيض.